في مرمى القادسية وفي مرمى الفيصلي وأخيرا في مرمى الحزم، وسبق وأن سجل هاتريك في مرمى المنتخب الهندي في تصفيات كأس آسيا عام 2007. وهذه كرة أمام المرمى، بمار بيسقط، وحكم المباراة يشير على استمرار اللعب وقراره بعدم وجود شيء في اللقطة الماضية رغم سقوط اللاعب ربيع السفياني ومطالبة بركلة جزاء في لقطة أيضا مثيرة للاهتمام ومثيرة للجدل في شوط المباراة الأول. تابع ونشاهد هذه اللقطة. يعني المرشدي أخطاء الدفاعية للهلال قاتلة الحقيقة لو لم يسجل في مرمى الهلال. إذا حدث تلامس هذه بلنتي، إذا حدث تلامس والله ممكن يد حسن العتيبي لمسة راس المدافع ربيع السفياني. هي اللقطة الحكم فيها صعب، الصعب وين؟ انه لمس ولا ما لمس. شوف العتيبي يعطيك احساس انه هو شال يده في اخر لحظة، وحكم المباراة هنا اعتبرها تصادم